انت بتاكل صح؟ كل يا ده الفيديو ده معمول عشان خاطر اللي بياكله. انت لو مش في ايدك طبق اكل ما تدخلش الفيديو. اتقل بس انا عامل لك حته فيديو. ده انت بص، ده انت بص. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. كل شويه هتلاقوا سيت اب مختلف فما تستغربوش اي حاجه بقى. الفيديو اللي فات ده السيت اب بتاعه اخويا اللي كان عامله، والكاميرا كانت كاميرا التليفون بتاع اخويا، اكيد واضح الفرق في الجوده. فالناس بقى اللي بتقول ايه ارباح اليوتيوب ومش ارباح اليوتيوب، والله العظيم الارباح لسه ما اتفعلت اصلا. تعودوا بقى على المنظر ده، وكل شويه هتلاقوا سيت اب مختلف. في فيديو انا صورته امبارح بس هنزله يوم الاحد، او ممكن ما انزلوش، ممكن اعمل اي حاجه، ما علينا. المهم خلينا في الفيديو بتاع النهارده. الفيديو اللي انا كنت نزلته امبارح ده كنت المفروض انزله اول امبارح، بس كان في عندنا مشكله في النت. شحنت النت وخلاص، طلع كان النت خلصان. نفتح بقى اول فيديو. بيتوضى بالزيت. لا انا عايز فيديوهات اقوى من كده يا جدعان، عايز فيديوهات اقوى من كده، عايز فيديوهات اقوى من كده عشان اكمل في سلسله الرياكت دي. احنا الفيديو اللي فات اللي بتاع الرياكت، المفروض الفيديو ده احنا كنا جايبين فيديوهات مضحكه. بفتح الفيديو، انا قعدت ساعه كامله بصور عشان خاطر الاقي فيديو مضحك واحد، ما لقيتش غير 3 4 فضلوا صورتهم ونزلتهم في الفيديو. فندخل على الفيديو اللي بعده. اهو كده. كل بقى اتفرج. شايف؟ حاسس ان اللون الاسود احلى عليا. بحب اللون الاسود عامه. راجل في التيشيرت بحب اللون الاسود. انا هتشل التابلت فصل، والكمبيوتر وانا بسجل فصل مني. مش فصل، هو انا كنت قفلت التسجيل، كنت بعمل حاجه، رجعت تاني نسيت افتحه. اعيد بقى من الاول بقى. خش بقى ايه على الفيديو اللي انا مستنيه من اول ما جيت بقى. الله يا شيفنا، الله يا شيفنا، الله. تاكل بقى من تحت بطاطو، تروح على طول بقى، تبطل تحرم انك تاكل فيديوهات تاني. اكل لبن، دي جبنه بالرجلين. في هو بيعمل جبنه برجليه ولبن، تقدر تشرب وتاكل من تحت رجلين. هنا ده لبن بالبربور وهنا ده برسيم، وهنا ده ايه ده فول مش عارف ايه، ودي سلطه المفروض. هو ايه ده يا جدع؟ احسن. انت عارف انا مش حاسس بالذنب ناحيتك. عارف ليه؟ عشان انت بتاكل في الفيديو بتاعي. مش الفكره انك بتاكل، الفكره انك بتخلص الاكل بترميه، تيجي ايدك متلغوصه بقى، تيجي تقول لي اقول لك ما عملتش لايك ليه، تقوم قايل لي حاجه تقول ده انا ايدي متلغوصه. روح غسل ايدك وتعالى اعمل لايك. بقول لك يا عم السيد، بالادب كده وبالاحترام كده، تغزي الشيطان كده، عشان انا دماغي ناشفه زي المستشفى وبيطلع لي ودان ودلو. لا لو خدت بالكم النظافه يا جدعان، لو خدت بالك النظافه رقم واحد. جايب طبق بلاستيك كيس فوق الطبق. ليفل النظافه، كيس بلاستيك وطبق بلاستيك. مش محتاجه حاجه يعني. انتوا ظالمين الهنود يا جدعان. ندخل بقى ايه على جده اللي قاعد في شغال المصنع بلاستيك. ايه ده؟ لحظه، هي دي عجينه؟ ما مش هستغرب، عادي يعني، ما تستغربش، اوعى تستغرب. انا نسيت اقول لكم ان انا غيرت التيشيرت، او لو حد مش ملاحظ يعني، لو حد ما خدش باله انا كنت لابس ازرق في اول الفيديو او لبني. هو التيشيرت كان لونه ايه؟ ما علينا. لو حد خد باله انا كنت لابس لون غير ده، بس عشان ما حدش. بس ايه رايكم في التيشيرت؟ يا نهار. ده موتوسيكل ده، بس عشان يكسر اللون شويه. حد بقى ايه هيقول لي انت مش هتشيل الكتب دي؟ لا، الكتب دي مش هتتشال. الصوره والكتب دول محطوطين عشان يكسروا اللون، بس عشان اللون الاسود بس. ايه، فندخل بقى على ايه، على الفيديو. اظن كده احسن يعني، كده اللون هدي شويه والدنيا اتظبطت. نكمل العجينه بتاعه الحاج. لو خدتوا بالكم هو عامل ماتشي مع العجينه. ايه ده يا حاج؟ دي كفته، دي كبده. على فكره يا جدعان، هو يعني انا لو ما اعرفش هو عامل الاكل ازاي وشفته كده، انا هقول ده اكل عادي يعني. ورق جورنان، اول مره اشوف جورنان نظيف على البتاع اللي هو عامله ده، نظيف برضه.
والكبده دي ولا مش عارف ايه ده مش عارف، بس هو شكلهم نضيف، انا لو شفته ممكن اكل منه. نفس اللبس ونفس كل حاجه. يغسل رجله في الميه. اي حاجه بقى، حط تلج بقى، يبشر بصل، حط ميه رجليه. حطيتهم شبت في شعرهم ولا ورق شجر ده ولا ايه ده؟ لا بجد بجد، لا انا عايز افهم هو اقنعوا الراجل الكبير ده ازاي؟ والله مالي حل. بص منظره والله ما تعرف تفرق بينه وبين الهندي. لا جايب زيت عربيات ده ولا ايه؟ دي الميه اللي كان فيها بقى غسيل رجلين يرمي كل حاجه في الميه، كل حاجه، زباله بقى، الكوبايات، زيت العربيات اللي انا كنت بتكلم عليه، تراب. يا ولا فنان، ادعك يا معلم. ده بيدوق. ببشر. كمل بقى زيت عربيات. الراجل الكبير زي بقى اتفعل عليهم، بوظوا المشروب. خش على الفيديو اللي بعده، شوف بقى ده. ما شاء الله، كوكاكولا مقاطعة. بس ما علينا. لو خدت بالكم من نظافة الطاسة يا جدعان، نظافة الطاسة دي أهم حاجة يعني. سيبك من ده كله وشوف كام كرتونة بيض، يعني الراجل صارف برضه. دول بقى ايه، من كتر الفلوس اللي عنده بدل ما يحط زيت بيحط بيبسي. ادي بيضة، 2. لو خدت بالكم من النظافه برضه، النظافه اهم حاجه يا جدعان. انت مثلا لما تيجي تكسر بيض، هل انت بتكسره بالشوكه؟ لا، انت بتخبطه في حرف الطاسه من التنه وتقوم قليه. اما هو بقى بيكسره بحرف الشوكه وبيحط الشوكه في الميه في الكوبايه. اتعلموا. ادي البيضه الثالثه، كده 4 بيضات، كده 5 بيضات كفايه، كده 6. خلاص. طب البيض، هو البيض عندكم بكام؟ انا بحسبها هحط تاني. طيب بيلغوص البيض بقى كده، بيعجن البيض مع الكوكاكولا، بيحط بقى ملح، بيض بالملح والكوكاكولا والشطة وبيقلب بمعلقة. كان ممكن يكسر البيض هنا ويحطه بس هو مرضاش. ده الدليل على النظافة، ده ان دل يدل على النظافة. كمل يا كبير. بالبرسيم، حط برسيم، بيقلب بيض بالبرسيم والبيبسي والملح. شوف بقى، مش انا قلت لك يعني، شوف الفرق بين ده والهند اللي انا كنت قايل لك عليه في اول الفيديو. ده عامل البيض حطه، ده بقى الدليل على النظافه. التاني كان حاطط في اطباق، ده حاطط على ورق شجر. عشان تعرفوا ده ورق الشجر اللي انا كان قصدي عليه. عاجبك اللي انت وصلتنا ليه ده؟ عاجبك الموتوسيكل ده؟ لو عجبكم يا جدعان الموتوسيكل ده، في عندي كمان 3 صور زيه. هنا بقى احط صوره القدوه تامر الجيار، وانا صوره عمك، او بلاش عمك ده عشان في ناس قالت ما ينفعش او حرام. فهنا هنحط صورة عم ميسي. كده هنا هنحط صورة رونالدو. انا يا جدعان اكتشفت موضوع غريب يعني، لو خدت بالك يعني في على فكرة في صلة قرابة بين ميسي ورونالدو، صلة قرابة على فكرة. ميسي رونالدو يبقى ابو ميسي اخو رونالدو، اخوه من الاب والام على فكرة. فاستنتجها انت بقى. ساعتك بتكلمني؟ نسيت افتح التصوير. وكل شويه عيب الحزن اللي احنا فيه ده، كل دقيقتين عيب واحد.
نسيت اقول لك على حاجه، مش عارف انا قلتها ولا لا، من ضمن الثلاث مرات اللي انا صورت فيهم دول، ما اعرفش بقى انا قلت ولا لا. انا بعتذر ان انا نزلت الفيديو يوم الاربعاء بدل يوم الثلاث. نزلت يوم الاربعاء عشان خاطر يوم الثلاث كان النت خلصان، وكنت فاكر ان في مشكله في الواي فاي عندنا او مشكله عموميه. طلعت مشكله ان النت خلصان. انا خلاني شكيت ان هي مشكله عموميه، ان لقيت كان المفروض معانا جيجات في الباقه. وي بتقدم لك اسرع شبكه 5G في مصر. اسرع شبكه 5G في مصر. انت الاسرع مع وي 5G. وي غير اي حد. المهم يعني انا عملت النت وكله بقى تمام. نزلت لكم الفيديو يوم الاربعاء، كنت نزلت الساعه 8:30 بالظبط. اروح هناك بقى اعمل لايك على الفيديو، بس انا عايز الفيديو ده يجيب لايكات اكتر من الفيديو اللي فات، عشان اخويا متحديني انه الفيديو اللي هو عامله يجيب لايكات اكتر من الفيديوهات اللي انا عاملها. فانا عايز العكس بقى، عايز الفيديوهات بتاعتي تجيب لايكات اكتر من الفيديو اللي هو مصورهولي. ده انت خنزير، على انت بقى خنزير. عايز افهمه بس ان الفكره في محتوى الفيديو مش في الجوده، فالناس عايزين محتوى مش عايزين جوده. بس انا عارف انكم مش مستعجلين، وهنتطور مع بعض واحده واحده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وانت لو وصلت للحظه دي اعرف ان انت يا اما ما كنتش بتاكل، يا اما متابع ومشترك واخ مخلص وبتقعد لحد اخر الفيديو بتاعي. فلو وصلت للحظه دي ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير ولايك وتفعل الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل تشوفه، وتعمل لي فولو على الانستا. هتلاقي اللينك بتاع اكونتاتي كلها تحت، هتدوس على اللينك هيفتح لك الاكونتات كلها، تقدر تفتح اي اكونت منه. لو وصلت للحظه دي بقى هقول لك على بعد كده هبقى اخلي في اخر الفيديو كده جمله يبقى الناس اللي وصلوا اخر الفيديو بس اللي عارفينها. فانا هعمل جمله قصيره قد كده. الجمله دي هتبقى ايه؟ الدنيا بسيطه بس ما تستبسطهاش. اكتب الجمله دي 3 مرات في الكومنت، وانا لما اشوفها كده هعرف انك وصلت لحد اللحظه دي. وما تنساش تصلي على النبي، وانزل صلي على النبي في الكومنتات برضو عشان كلنا نتشارك الاجر والثواب. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، وما تنساش تدعي لي انا كمان عشان النتيجه بتاعتي لسه ما طلعتش، وانا مرعوب من النهارده من اخر يوم امتحانات. بس الصراحه يا جدعان انا حاسس ان هو ان احنا واخدين اجازه بقالنا فتره طويله، مع انهم ما بقالناش اسبوع على بعض. فاي حد داخل ثالثه ثانوي يعني يشد حيله كده علشان ما يجيش يندم في الاخر. ما تضيعش اي دقيقه، انت داخل على سنه صعبه، ما تضيعش اي دقيقه غير لما تستغلها كويس. اعمل اللي بوسعك، اعمل كل حاجه تقدر عليها عشان لما تيجي بعدين ما تقولش انا كنت المفروض اعمل عشان تيجي بعدين تقول انا عملت اللي عليا خلاص، مفيش حاجه تانية اقدر اعملها، انا كده انا جبت اخري. عشان بس تكون مرضي نفسك في الاخر وراضي ربنا قبل ما تراضي اي حد. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو.